ليه المدرسين التنمر في الفصل وفي البريك نتصرف فيه ازاي ونعمل ايه مع الثلاث فئات، المتنمر واللي بيحصل له تنمر واللي واقف بيتفرج؟ احنا كمدرسين محتاجين نتفق ان علينا مسؤولية كبيرة جدا. الولاد والبنات اللي بيجوا لنا بيقضوا وقت عندنا اكتر ما بيقضوا وقت في بيوتهم مع عيلتهم. لو انا كمدرسة او مدرس ملاحظ ان عندي ولد بيتنمر على الولاد التانيين، رد فعلي الصح السريع في الفصل انا بساعده هو، مش بس بساعد اللي بيحصله تنمر، انا بساعد الفصل كله لما بيتفرج ان في حد غلط حتى لو مش قاصد وبيتعلم، بس لما يتاخد معاه موقف صح ده مش بيساعد الطفل اللي اخطا ولا بيساعد الطفل اللي حصل له التنمر وحس ان حقه جه، ده بيساعد كل الولاد والبنات التانيين ان يحسوا ان في نظام، ان في عدل، ان انا حقي بيتاخد وان الظلم والغلط ما بيتوافقش بيه. وهنا رسالتي للمدارس، من فضلكم انكم تاخدوا ردود فعل صحيحه لما بيحصل تنمر في المدرسه. ده واحده من اكتر الحاجات اللي بالنسبه للاهالي بتطمنهم ان اولادهم في امان. لما النهارده نقول ان عندنا كتابس ونصاحبه كويسه بيتكلم مع السن الصغير ان ممكن يحصل تنمر وبيدينا طرق عمليه في النص التاني من الكتاب نعمل ايه مع الناس اللي بيتنمروا بينا، المفروض نتصرف ازاي. احكوا قصه في الفصل، اسمعوا اراء الولاد، وممكن الولاد تدونا حلول حقيقي عمليه تساعدنا ان التنمر يقل. لكن لو حصل تنمر قدامك لازم ترفضه ولازم تقول له زي ما توته بيحكي لنا، ما بتريقش على اولاد على ويل تشير، ما بتريقش على اولاد وبنات لو لونهم مختلف عنهم او لو جايين من بلاد تانية. والنهارده احنا عارفين كويس قوي ان احنا في مصر ممكن يكون عندنا جنسيات مختلفه مع الولاد في المدارس، وبالتالي قبول الاخر والتعامل معاه بطريقه صح هي صحيه للطرف الاخر بس صحيه اكتر لاولادنا وبناتنا. ازاي بقبل الطفل المختلف وازاي بحترم ثقافته وازاي اتكلم معاه واهزر معاه. ولادنا وبناتنا في الفصول ممكن يكون مش قاصدين يضايقوا حد، بس لو انت يا مدرس او مدرسه ما اديتوش الهزاره الصح انت ما ساعدتوش. ولو ما خدتش حق الولد اللي حصل له تنمر اللي اهله جايين من السنه اللي فاتت شايلين جدا من الموقف اللي حصل، يبقى احنا فعلا ما ساعدناش اي حد. اعمل ايه لو حصل تنمر قدام عينيك؟ اتكلم عنه قدام كل الفصل، ادي حلول بديله وخلي الشخص اللي غلط يعتذر، وبكده نبقى عملنا كلتشر، ثقافه فيها بنحب الاخر وبنحترم الاخر وكلنا في أمان.